السلام عليكم يا شباب، واخيرا الريد ايز دارك دراجون في اللعبة. عايز اقولك ان الوحش ده اول ما نزل وانا حرفيا بشوفه بيتلعب مع كل المجموعات. يعني اي حد بيلعب باي مجموعه بيحاول يخترع طريقه انه يحط الوحش ده مع مجموعته، وهو بصراحه عندهم حق لان الوحش قوي جدا. طيب مقطع النهارده هيكون مجموعه الريد ايز بالمهاره الجديده مدموجه مع البراندد. طبعا هي اصلا المجموعه نفسها ليها كذا شكل، يعني ممكن تلعبها لوحدها، ممكن تلعبها مع البراندد، ممكن تلعبها على فكره بشكل ثالث. بس خلينا النهارده زي ما قلت لكم اوريكم المجموعه مدموجه مع البراندد. فعشان ما تقولش عليك اكتر من كده خلينا اول حاجه اوريك المجموعه، بعد كده نروح نشوف المبارزات مع بعض. طيب ده شكل المجموعه اللي انا بلعب بيه. طبعا المهاره الجديده عشان تفعلها لازم يكون عندك في المجموعه 15 ورقه ريد ايز او وحش الريتشوال اللي هو لورد اوف ذا ريد. على فكره الوحش ده حرفيا قوي جدا. طيب المهاره بتعمل ايه؟ اولا بتقدر تكشف لخصمك وحش ريد ايز بلاك دراجون او وحش الريتشوال ده او سبيل الريتشوال، بالمقابل انك بتضيف لايدك وحش الريتشوال او سبيل الريتشوال، زائد انك برضو بتضيف لايدك اي كارت ريد ايز. ده اول جزء في المهاره. تاني جزء في المهاره، لو عندك في الملعب ريد ايز وحش ريد ايز يعني، او خصمك عنده في الملعب وحش، فبتقدر تفعل الجزء التاني في المهاره. هتقدر تضيف وحش من خارج مجموعتك، وحش من 5 وحوش المهاره هتخيرك ما بينهم، زائد انك كمان هتضيف من خارج مجموعتك ورقه بلومرايزيشن. ده غير انك لما تختار وحش من ال5 وحوش الباقي هيروح للمقبره. ده طبعا بيفيدك في حاجات كتير وهوريك اثناء المبارزات. طيب عايز اقول لك حاجه، انت ممكن تضيف للمجموعه وحش لايت، بحيث انك لو حابب مثلا تستخدم البراندد فيوجن وتبدا بالوحش ده وحش الالبيون، بعد كده تجيب وحش الليبليون وتستخدم الليبليون بعد كده عشان تجيب وحش اللي هو الميرور جيد، فانت ممكن تعمل كده. بس دي مش افضل حاجه، هو الافضل انك تبتدي بالوحش ده عادي. هتقول لي ليه؟ لانك الوحش ده عشان تستدعيه بيحتاج وحش دارك، زائد طبعا وحش الالبيز. الوحش الدارك ده غالبا بيكون وحش الديسبيا اللي هو ليفل 1. ليه؟ لان الوحش ده لما يروح للمقبره هيفيدك انك تسرش على وحش زي ده، اللي هو برضو لما يكون في ايدك او في المقبره مفيد جدا ليك في دورك التاني لما تضيف ورقه براندد ان ريد في الملعب. طيب ده مفيد في ايه؟ بيفيدك طبعا انك لما تيجي تعمل فيوجن هتقدر تعمل تجديد لوحش فيوجن تاني، زي مثلا الميرور جيد او مثلا برضو الريد ايز دارك دراجون. فيفضل طبعا انك هتبتدي الفيوجن بوحش الليبليون، وملهاش لازمه في الغالب انك تحط وحش لايت عندك في المجموعه. طيب عموما خليني برضو اوريك الكومبو في مبارزه مباشر كده على السريع، بعد كده نروح نشوف المبارزات مع بعض. طيب هنا الهاند كويس يخليني ابدا كومبو مجموعه البراندد مع الريد ايز. افعل المهاره، ايدي وحش الريتشوال اقدر افعل بالمهاره. هنا محتاج سبيل الريتشوال، ومحتاج مش محتاج حاجه تاني لاني في ايدي الوحش ده. فانا ممكن اضيف مثلا ورقه زي دي استخدمها وابعت وحش للمقبره. ممكن اضيف التراب، ممكن يعني اضيف اي حاجه لاني حرفيا زي ما قلت لك انا مش محتاج حاليا حاجه. فخلينا اضيف الورقه دي، استدعي الوحش ده سبيشال سامن. طبعا الوحش ده ريد ايز فاقدر افعل الجزء التاني من المهاره. هنا هضيف الدارك ماجيشن من خارج مجموعتي طبعا، والبلومرايزيشن. يفضل اول حاجه تعملها تجيب الدراجون، عشان يعني يعتبر حمايه ليك من اي هاند تراب. اي هاند تراب عند خصمك فهو كده الوحش ده حمايه ليك. تقدر بعد كده تعمل كومبو البراندد او الحركه بتاعت البراندد، سيرش على البراندد فيوجن. زي ما قلت لك ليبليون الافضل انك تبدا بيه. ليه؟ لانك هتقدر تبعت زي ما قلت لك الوحش ده للمقبره مع البيس طبعا، وهتفعل قدرته وتضيف وحش ليفل 8. طيب هنا لازم ابعت ورقه للمقبره، فممكن ابعت دي، او ممكن ابعت دي، مش هتفرق. خلينا يعني كده كده هحتاج ورقه في ايدي، مش هتفرق. هو دي بتفرق إيه؟ انت ممكن تجدد بيها الريد ايز دارك دراجون. طبعا هضيف ليفل 8. بعد كده هات بقى الميرور جيد عادي باستخدام الوحشين دول. براندد ان ريد هتضيفها ازاي؟ انك تبنش الوحش ده لنفسك او تبنش الوحش ده. طبعا انت ممكن تبتدي الكومبو من غير وحش ليفل 4 ببراندد فيوجن لو هي اللي طالعه لك، فساعتها هتبنش الوحش ده لنفسك. اوكي اخر حاجه نجيب
وحش الريتشوال وحش قوي جدا، عنده قدرتين بيتفعلوا في نفس الدور. قدرتين بيتفعلوا لما انت او خصمك تفعلوا اي افكت باستثناء افكت الوحش ده. فاول اختيار ليك بتقدر تدمر سبيل او تراب، تقدر تفعل القدره دي مره تانية لو خصمك برضه او انت فعلته اي قدره وحش او اي ورقه بشكل عام، فبتقدر مره تانية تدمر وحش في الملعب. طيب كده خلاص المفروض. بس اخر حاجه هعملها، هبنش او هبعت الالبيون للمقبره وابنش الوحش ده لانه عندي في الملعب، بحيث احط البراندد ان ريد في اخر الدور. طبعا هنا البراندد ان ريد مش هتفرق، الوحش ده تقدر تستخدم قدره ريد ايز دارك دراجون باستخدامه. بعد كده بالبراندد ان ريد تضيفه تاني من المقبره وتعمل فيوجن. خلينا نفترض اللي هو بيلعب عادي، انت مثلا عملت نيجيت وفعلت قدرات وحوشك، او ممكن على طول تستخدم براندد ان ريد لو حابب تعمل سامن بقى، يا اما الوحش النيجيت البريدا بلانيت يا اما للوحش ده، على حسب ما انت حابب يعني. طبعا الميرور جيد قدرته مش هتقدر تفعلها لانك فعلتها الدور اللي فات، ولكن لما تجيبه تاني هتقدر تفعل قدره البانش بتاعته. كده انت استفدت بوحشين فيوجن، يعني جددت الميرور جيد وبقى عندك وحش افكت دامج غبي قوي يعني. طبعا ملعب قوي جدا. طيب المبارزه الاولى ضد مجموعه الدارك ماجيشن، فعلت المهاره عندي كويس جدا. اوكي فعلت الجزء الثاني من المهاره، ضفت الدارك ماجيشن وبلومرايزيشن. هو بيقول لك استدعي من الاخر الدارك دراجون بكل سهوله، اللي انت تقدر تجيبه بكل سهوله كده. جبت وحش البراندد او الديسبيا بحيث اضيف براندد فيوجن لبليون. طبعا بعت ليفل 1 للمقبره بحيث اسرش على ليفل 8 ميرور جيد. اوكي اخر حاجه هعمل ريتشوال وحش زي ما قلت لكم اسطوري لورد اوف ذا ريد. بنشت الوحش لنفسي عشان في الاند فيس اضيف براندد ان ريد ونهيت دوري. اوكي فعل المهاره على طول. الجزء الثاني من المهاره ضاف تيمايوس. هنا استخدمت براندد ان ريد بحيث اجيب الوحش الرخم ده واجدد الميرور جيد بحيث اقدر اعمل قدره البانش بتاعته، لان الوحش الاولاني كنت مستخدم قدرته فما اقدرش استخدم قدرته تاني في الدور اللي بعديه. اوكي بص الورقه دي مرعبه او الوحش ده مرعب ضد اي مجموعه بتعتمد على كونتينيو سبيل فيلد كونتينيو تراب الحاجات دي. اوكي نيجيت نقط حياته 1600، هو عمال ينقص بسبب الوحش الرخم ده من غير ما يعمل حاجه. حط اوراق خلفيه، خلاص هو حتى اوراقه الخلفيه دلوقتي بعد ما فعل الفيلد مش هيقدر يفعلها لانه نقاط حياته قليله 400 وانا لسه الوحش عندي في الملعب، هو مفيش حاجه يعملها فانسحب. طيب المبارزه دي مش ميرور، هي ميرور يعني بلعب ضد الريد ايز بس هو تقريبا بيلعب المجموعه لوحدها. حلو الهاند في ايدي براندد ان ريد كويس جدا، فهنا بستفيد استفاده اكبر على فكره. ممكن ما تطلعش في ايدك مثلا ويطلع في ايدك براندد فيوجن مع وحش ليفل 4 اللي هو ده، فبتسرش عليها على طول. ده بيخلي الكومبو بتاعك اقوى لانك بتستفيد هنا باتنين بانش، مش بتستخدم البانش بتاع وحش الميرور جيد خلاص. اوكي نفس البدايه بس هنا في افضليه زي ما قلت لك ان في ايدي البراندد ان ريد، او يكون في ايدك زي ما برضو نفس الموضوع لو في ايدك براندد فيوجن وليفل 4 او براندد اوبننج. اوكي نهايه دوري. طبعا ملعب قوي جدا يعني حاليا الملعب بتاعي قوي جدا. نجيت 2 تدمير، حاليا عندي 2 بانش بدون استهداف، زائد اقدر اجيب وحش فيوجن سواء بقى البليزنج اللي بيعمل افكت دامج او البريدا بلانيت قوي برضو. بدأ على طول بوحش اللورد اوف ذا ريد. اوكي بلومرايزيشن نجيت فعل قدرة وحشه، فعلت ميرور جيد. طبعا كمية حاجات اتفعلت. اوكي جبت البليزنج وهرجع الميرور جيد تاني. هيبدأ بقى أي حاجة يفعلها يخسر 600 نقطة حياة. طبعا بيخسر الأول قبل ما يفعل، لازم
لازم يدفع قبل ما يفعل اي حاجه. ميرور جيد فعل قدره وحشه، بس عادي مفيش مشكله، خلاص مفيش حاجه يعملها، ملعبه فاضي، فانسحب. طيب المبارزه دي ضد البلو ايز بدات تاني. بلو ايز حاليا تير 2، كنت متوقع انها هتتضرب تاني، بس ممكن بعد ما نزلت من التير ممكن ما تتضربش، او لو اتضربت تاني هتبقى ضربه خفيفه قوي برضو. اللي هتتضرب بجد الشينو بيرد، هتاخد ضربه المجموعه مش هتتلعب تاني. يعني انا توقعاتي، التوقعات المتاكد منها في قائمه البان الجايه شينو بيرد تختفي من الميتا حرفيا. هنا هيعمل كومبو حلو على فكره، يعتبر من افضل كومبوهات المجموعه، لانه هيجيب الهيراتيك. انا الهاند عندي كويس يعني، اقدر اسرش على سبيل ريتشوال وافعل المهاره، وفي ايدي اوراق البراندد. انا عموما سحبت ريد ايس فعلت بيه المهاره، هفعل بقى الجزء التاني من المهاره لان خصمي عنده وحش في الملعب، او هو عنده وحشين عموما. ريتشوال، وحش ده مزعج بشكل مش طبيعي، اي حاجه هيفعلها هدمر له قصادها حاجه. هنا انا فعلت ورقتي، اقدر ادمر الورقه الخلفيه، او اقدر ادمر وحش، بس طبعا قلت ادمر الورقه الخلفيه. ففعل هيراتيك، فقدره وحش التانيه اتفعلت ودمرت له وحش. او هو ما فعلش الهيراتيك، هو لما فعل التراب، هو لما فعل التراب بتاعه، انا رحت مفعل قدره القدره التانيه بتاعت وحشي ودمرت له الهيراتيك، فاضطر هنا يستخدم الهيراتيك. اوكي نجيت لوحشه بحيث اقدر استهدف وحوشه او ادمرها عادي. هو طبعا الدراجون بدون استهداف التدمير، دمرت له وحشين وخسر نقاط حياه. براندد فيوجن، هو لسه تقريبا هو ضاف الوحش الريتشوال، ضافه في دوري مش في دوره هو. اوكي ميرور جيد، هبنش وحشه. هنا سبت البراندد ان ريد في ايدي، لانه لما يجيب وحش الريتشوال اقدر اجدد الملعب واجيب الميرور جيت تاني. طبعا الاول دمرته لنفسي عشان ادمر وحشه، هجيب الميرور جيت تاني وابنش وحش الريتشوال بحيث انهي المبارزه. مبارزه سهله جدا يعني، رغم ان البلو ايز وبادئ بدايه قويه، ولكن مبارزه حرفيا سهله. المبارزه دي ضد الشينو بيرد. شينو بيرد تير واحد زي ما قلت لكم، غالبا في قائمه البان الجايه بنسبه 99% هتاخد ضربه جامده جدا. اوكي الهاند كويس، في ايدي براندد اوبننج، في ايدي برضو البراندد ان ريد، كان حظي حلو قوي اليوم ده. وفي ايدي البراندد فيوجن، مش محتاج كل ده يعني، لو البراندد فيوجن بس مع البراندد اوبننج اقدر اضيف البراندد ان ريد من غير ما ابنش الوحش لنفسي مثلا. اوكي ميرور جيد، بعد كده ريتشوال، لورد اوف ذا ريد، ورقه خلفيه، ونهيت دوري. ملعب حرفيا زي ما قلت لك ملعب اسطوري، بالطريقه دي ملعب اسطوري، لان هنا مستفيد زي ما قلت لك باتنين بانش بدون استهداف يعتبر. كالعاده ورقه الفيلد ملهاش اي 60 لازمه بوجود الوحش ده في الملعب، بنشت له وحشه. ممكن اعمل فيوجن على طول، هو هنا اضطريت اعمله، بس انا كنت ممكن اعملها على طول. اوكي هرجع الميرور جيت تاني، يلا هيبدا بقى يخسر 600 نقطه حياه على كل حاجه. هيلعب الفيلد، طبعا هدمره بوحش اللورد اوف ذا ريد، اللي هو حرفيا بص الراجل مفيش حاجة يعملها فانسحب على طول. طيب المبارزة دي بلعب ضد الدارك ماجيشن. على فكرة برضو الدارك ماجيشن مع وحش الدراجون قوية جدا. هي الدارك ماجيشن انا بشوفها من المجموعات لما بتبدأ اول، مجموعات رخمة جدا جدا، مجموعة رخمة جدا حرفيا يعني. وحش الفيوجن بتاعها مع سول، الورقتين دول في الغالب مش هتعرف تتخلص منهم، بس طبعا في طرق كتير تتعامل معاهم يعني. اوكي ضاف تيمايوس طبعا بالمهاره، ضاف ايترنال سول، هيجيب ذا دارك ماجيشن، ونهى دوره على كده. مش افضل بدايه للمجموعه، هي بدايه كويسه بس هي مش افضل بدايه. ممكن هاندو مش افضل حاجه، مش عارف طبعا.
كوزميك سايكلون على الفاضي، ما اقدرش اتارجت ورقته الخلفيه، بس عادي مفيش مشكله. بدات بال لورد اوف ذا ريد، فعل قدره وحشه، فهنا قدره وحش هتتفعل وادمر له الوحش الوحيد اللي اقدر ادمره اصلا حاليا في الملعب. ضاف ورقه النيجيت، حظه حلو، لسه سحبها وضافها وفعلها في نفس الدور، حظه حلو قوي. بس هو بدايته ما كانتش افضل حاجه بصراحه. براندد فيوجن، ليبيليون، بعد كده هجيب الميرور جيد. طبعا هوريك ازاي عن المبارزه. اوكي، دمرت وحشه عادي، حتى لو كان لسه ما استخدمش سول، بعد ما دمر وحشه لما يجي يفعل سول عشان يرجع الوحش تاني، اقدر اعمل شين وادمرها بكوزماك سايكلون. طيب المبارزه دي بلعب ضد درايتون تير 3 حاليا، نزل لها دعم قوي جدا، بس للاسف السلكشن بوكس، فانت وحظك بقى، حظك حلو هيطلع لك، حظك وحش مش هيطلع لك. بدات دراجون زي ما قلت لك، يعني افضل حاجه انك تبتدي اول حاجه بالوحش ده، ايا كان بقى انه شكل بتلعب بيه. براندد فيوجن، ليبيليون. اوكي، هجيب الميرور جيد، ديفت ليفل 8. هنا هنسى احط الورقه دي خلفيه. لورد اوف ذا ريد، هبنش ليفل 4 لنفسي. ديفت البراندد ان ريد، نسيت احط الورقه دي في الملعب، ما علينا مش مشكله. كده انا البانش مش شغال حاليا. صبرت كتير بصراحه، بس ده الصح يعني. حاول تستخدم قدراتك على الحاجات المهمه. المجموعه اللي قدامك دي فيها صامن كتير جدا، فمش اي صامن تستخدم عليه قدره. يعني وحش زي ده يستحق ان استخدم عليه الريد ايس دارك دراجون، لان هنجد قدرته وادمره كمان. براندد ان ريد، هجيب بليزنج وهرجع الميرور جيت تاني. مشكله اصلا الوحش ده لوحده في الملعب مشكله كبيره حرفيا. بص هنا عامل بانش، وبما ان في قدره وحش اتفعلت او قدره عموما اتفعلت، فلورد اوف ذا ريد هيتفعل، فهعمل بانش للوحش ده وهدمر وحش التونر بقدره، طبعا التدمير بقدره اللورد اوف ذا ريد، والبانش بقدره ميرور جيد. خلاص هو قرر يدافع هنا، مفيش حاجه يعملها، فجاب وحش في الدفاع. بمجرد ما هاجم هقدر انهي المبارزه، وعندي نجيت لورقته الخلفيه. حتى هي الورقه ده التراب بتاع المجموعه، بس حتى لو ورقه بتتفعل كنت اقدر اعمل لها نجيت. طيب المبارزه دي بلعب ضد المبارزه دي ضد ايه؟ الدلتش. كنت اقدر في الاول اسرش على السبيل ريتشوال وافعل المهاره، ده كان افضل يعني، كان افضل اني اعمل كده. هنا ما كانش ضايف وحش راع. وحش راع يقدر يسرش عليه بالمهاره صح؟ تقريبا يقدر يسرش عليه. ما كانش ضايفه، كان ضايف الكايجو. لو كان ضايف وحش راع، كان بيضة راع، اقوى بيضة في التاريخ، كان ضحالي بكل الوحوش اللي في الملعب عندي. بس كان هيبقى لسه عندي البراندد ان ريد، ولا ما كنتش هقدر اعمل حاجه. مش عارف، مش فاكر، مش متاكد يعني. براندد ان ريد كنت اقدر ارجع وحش ليفل 1 واجيب البليزنج، وارجع مثلا الميرور جيد او الريد ايس دارك دراجون. اقدر اعمل حاجه من الاثنين، مش مشكله. هنا ضحالي بالريد ايس دارك دراجون، طبعا دمرت الكونتينيو تراب بتاعه او الكونتينيو سبيل. بعد كده عملت فيوجن، رجعت الدراجون وجبت البليزنج، ملعبي بقى اقوى اساسا يعني. نجيت اي حاجه هيفعلها طبعا 600 نقطه حياه، فنشت له وحشه خلاص يعني. 200 نقطه حياه، اوراقه مش هتتفعل اصلا، يعني هو اوراقه الخلفيه كلها مش هتتفعل اساسا بسبب الوحش ده. فانا بمجرد ما هاجم عنه المبارزه، يعني حتى لو في ايده كترويد مثلا يعني برضه مش هيقدر يفعله.